اهلا بيكم. اخطر عنصر في عمليه البراندنج، لو سالت اي حد عادي عن البراندنج هتلاقيه لا اراديا بيفكر في اللوجو والالوان او الخطوط، وده صحيح نسبيا. بس لو هتتكلم كلام متخصصين يبقى لو عايز تعمل براندنج حقيقي لازم تفكيرك يبقى اعمق من كده شويه. عشان كده هكلمك النهارده عن 3 خطوات هي اساس عمليه البراندنج الحقيقيه. رقم واحد، بناء وتطوير البراند، وهي المرحلة اللي بتبدأ بيها تعرف عن نفسك للجمهور، تتفاعل معاهم، تكلمهم عن نفسك، عن مميزاتك، ايه اللي بيفرقك عن المنافسين، وتحاول توصل لهم الانطباعات اللي عايزهم يكونوها عنك او بمعنى اصح عن البراند بتاعك. رقم اتنين، إدارة البراند، وهي دي أخطر مرحلة في البراندنج كله. فيها بتجهز إزاي هتأكد على كل انطباع حددته في المرحلة اللي فاتت، وده هيحصل من خلال التفاعلات والتعاملات المختلفة اللي هتحصل بين البراند والجمهور. فبناء عليها يظهر البراند بالكواليتي اللي عايز يعبر عنها، ويستخدم الألوان وتون الصوت اللي تدعم شخصيته، ويتصرف كبراند بنفس الشخصية. تالت حاجة، التعامل مع العملاء المحتملين. بعد ما تخلص المرحلتين اللي فاتوا هتلاقي نفسك تلقائيا دخلت في المرحله دي وخلاص بقيت جاهز تتكلم مع عملائك المحتملين بناء على كل حاجه درستها وحددتها في المرحله اللي قبل كده. اساس نجاح اي براند هو كل خطوه من الخطوات ال3 دول انها لازم أن تكون مدروسه كويس جدا، ومفيش اي تفصيله متسابه للصدفه او انها تحصل بشكل عشوائي غير منظم. لو عندك اي سؤال عن البراندنج وحابب تعرف تفاصيل اكتر تواصل معايا في رساله او اكتبه في الكومنتات وهرد عليك. دمتم بسعاده.